حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. بحبكم جدا 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 والله. في بنات كتير بتكتب لي كومنتات عسل عسل، والله بحبكم وبحبكم وبحبكم قوي قوي. خلاص، فيديو النهارده هنجرب فيه براند جديده او بالنسبه لي انا جديده، هي موجوده على نون اسمها استرا. اوكي، جبت منها، هي فيها فاونديشن وفيها كل الحاجات تقريبا، بس انا جبت منها كونسيلر وجبت منها كومباكت باودر. كنت مريها لكم في فيديو مشتريات كده من شهر او حاجه. هنجربهم مع بعض. طبعا باين على وشي. انا عايزه اقول ما عجبونيش. اوكي، هما ما عجبونيش، فتعالوا بقى نشوف هما ما عجبونيش ليه. مع ان انا لما اغروني ان انا اشتريهم، اغراني جدا سعرهم، ان هما من 100 ل 150. يعني كومباكت باودر دي تقريبا كانت ب 130 حاجه كده، والكونسيلر نفس الفكره. حتى هما سعرهم، يعني انا بكلمكم دلوقتي دخلت شفت سعرهم على نون فعلا من 100 ل 150، 100 110 120 130 كده يعني. بيبيعوهم على حسب الدرجات بتاعتهم. فانا اللي اغراني وقتها سعرهم، فقلت اجيبهم واجربهم، بس هم للاسف ما عجبونيش. فلو حابين بقى تكملوا معايا الفيديو الاخر وتشوفوا هم ما عجبونيش ليه، ونعمل مع بعض كده اللوك ده. يا حبايب قلبي، يا ريت تكملوا معايا الفيديو الاخر. بس طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تظبطوني كده بلايك حلوه، تشتركوا كمان في القناه ولسه ما اشتركتوش، وسيبوا لي كومنتاتكم القمر اللي زيكم، والله العظيم بحبكم جدا جدا جدا. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبدا الفيديو. هنبدا بالكونسيلر بتاع استرا ده، كده بيكون شكله. هو كاتبين عليه ان هو بيقعد لغايه 12 ساعه، وكمان في اس بي اف 15، وان هو هاي كفرج. الكفر بتاعه عالي، درجتي فيه ان 04 تقريبا، يعني يا رب اكون هي دي الدرجه تقريبا يعني. تمام، فتعالوا بقى نجربه. هي الدرجه بتاعته تنفع معايا انا كفاونديشن، اللي هي درجه 04 دي. فانا هحاول احطها بقى كده على الاماكن الايه الغامقه اللي عندي. انا حاسه ان انا كترت، مش عارفه، بس ماشي كده. هاخد كده الاسبونج، بس هو مبدئيا بينشف بسرعه فكويكلي. بينشف بسرعه جدا. كده انا وزعته على البشره كلها. هو مش هاي كفرج، لانه بصوا لسه هالاتي باينه، حسناتي وكل الحاجات دي موجوده. تغطيته متوسطه او يمكن كمان اقل من متوسطه. فانا استخدمته كفاونديشن، شكله لذيذ جدا على البشره، مش وحش خالص. بس هجربه تاني بقى ككونسيلر، وهحط معاه شويه من كاتريس افتحه بيهم ونشوف هيقول ايه. هاخد بقى شويه كده من كاتريس درجه 10. هو للاسف بينشف بسرعه برضو، يعني انا حطيت الجزء ده هنا ابتدى ينشف، فخلينا ندمج كده. هستخدم الباليت دي من ميني ستار، اللي هي نص بلاشر ونص كونتور. وهاخد كده ميكس بين الدرجه دي والدرجه دي، استخدمها ككونتور كريمي. وهبتدي اوزعه كده. ومن نفس الباليت هاخد البلاشر الكريمي، وهاخد الدرجه دي كده غامقه قوي. الباليت دي انا تقريبا استخدمتها مره او مرتين بالكتير، عشان كده قلت اجربها تاني. هي حلوه والبيجمنت بتاعها قوي جدا، بس الوانها كلها غامقه قوي. ماشي، وبرده نوزع. هنيجي للكومباكت باودر بتاعت استرا، وده كده بيكون شكلها. بتتفتح في بتاع كده، بتدوسوا عليها بتتفتح. هنا بيبقى فيه مرايه، بيبقى جاي معاها الباف دي، والباودر نفسها بصوا بتبقى فيها غطا كده، يعني مش بيتشال، غطا كده موجود فيها. فبصراحه خطيره قوي. بصوا، ودي كده الدرجه بتاعتها، درجه الكومباكت باودر ان 33. هثبت بقى بيها كده الوش كله ونشوف هيحصل ايه. خليني بس ادمج كونسيلر كويس.
بصوا هي درجتها تقريبا لون بشرتي. امسك مرايه كده. ثبت الوش بالكومباكت باودر. هرجع لها تاني وانا بنضف البشره اعمل لكم بقى الريفيو بتاعها. هاخد الكونتور الباودر ده بتاع شي جلام وبعمل ميكس كده للدرجات كلها. وللبلاشر الباودر هستخدم البلاشر باودر الموجود هنا بتاع كارلا روز، وهعمل كده ميكس لكام درجة تكون على بنيات. يعني هاخد الدرجات اللي هي هنا دي نخش بقى على العيون. ان شاء الله العيون هتكون سهله جدا ما فيهاش حركات كتير. هستخدم الباليت دي بتاعه تكنيك. هاخد اول حاجه هاخد اللون ده كده كلون انتقالي بفرشه دمج طبعا تكون مش كبيره قوي او كبيره عادي، احنا هنحطها كلون انتقالي. اخد بقى مرايه عشان انا ببص في العلبه وهطبطب اللون الاول عشان انا ما بثبتش جفن العين. في شعرايه هنا باتته جدا، تسمحي لي اوثق. دي برضو من نفس اللون كده الانتقالي وهحط تحت العين. هاخد بعد كده فرشه بقى دمج صغنونه خالص كده وهاخد درجه البني الغامقه دي وهبتدي اركز اللون هنا كده. انا اخدت فرشه صغننه لان انا مش هفرش اللون، انا عايزه بس احدد اللون كده عند الكسره بتاعه جفن العين ونبتدي بقى ندمجها على خفيف كده لجوه والبره والجوه والبره، بس التركيز كله يكون عند كسره العين كده. هاخد بعد كده اللون ده وبنفس الفرشه بتاعه الدمج الاولى وهبتدي ادمج بيه الاطراف البني الغامق على خفيف قوي. مش عايزه اضيع البني الغامق، انا بس الاطراف بتاعته كده يواش يواش كده على خفيف. وكمان مش عايزه اطلع باللون البني لفوق، انا عايزه اللوك كله يكون ايه في كسره العين كده. بصوا اللوك بتاع العين انا حابه ان هو يكون مات المره دي، مش عايزه احط فيه شمر او حاجه. فهاخد الكومباكت باودر دي لان البالت دي ما فيهاش درجه بيج او حاجه وهي دي اللي قدامي مش قادره اقوم والله العظيم. فهاخد الكومباكت باودر دي بتاعت جوسي بيوتي تمام وهحطها كده في اول العين. عايزه فرشه بس صغننه اكنها لون اي شادو يعني فاتح وهحطها كده في اول العين. تقدروا طبعا تحطوا اي شادو مش كومباكت باودر. نرجع بقى للفرشه الصغننه وهناخد درجه البني الغامقه دي ونبتدي بقى نفنش. انا كل شويه ابص هنا مش عارفه في ايه نبتدي بقى نفنش العين. هرجع تاني عند كسره العين كده باللون البني الغامق وادخل سيكه على الكومباكت باودر وعلى خفيف كده. هاخد الكحل الاسود بتاع روز بيري. هناخد بقى درجة البني الغامقة ونبتدي ندمجها كده مع الكحل. هنيجي بعد كده الايلاينر وهستخدم الايلاينر اللي هو الغزالة ده وهعمل بقى وينج ايلاينر من هنا. حطيت بس كده رموش طرفيه. هنيجي بقى للكومباكت باودر التاني وهننضف بيها البشره مع اني مش متفائله ماشي اوكي. هاخد بقى بالباف كده وكويكلي نشيل الكومباكت باودر لانها بتكلبش. هرش فيكس سبراي بتاع كاتريس يهدي معايا شكل الباودر كده عشان هي مجيره قوي.
هستخدم دلوقتي الهايلايتر ده من ويت اند وايلد. كده نحط كده في مدمع العين. اختيار موفق. هنيجي بقى للروج الاحمر، وهستخدم الدرجه دي من شي جلام، ده اللي هو اللاين المات. الدرجه دي اسمها سترونج زان ايفر. سترونج زان ايفر، ليه يكتبوا روج بكل ده؟ اوكي، دي كده الدرجه هنا. بصوا، هي الدرجه طلعت نبيتي مش احمر، انا كنت عايزه احمر قرمزي. ما طلعتش احمر قرمزي. خلينا طب نحط عليها شويه جلوس كده، من اي جلوس بقى موجود عندكم. انا هستخدم الجلوس اللي موجود هنا. ماشي خلاص هخليها، مع اني كنت عايزه روج احمر، يعني كنت عايزه حاجه زي الدرجه دي كده. وده كده يكون الشكل النهائي بتاع اللوك. خليني بقى اكلمكم عن المنتجين دول. ما عجبونيش. ما عجبونيش. خليني اقول لكم ما عجبونيش ليه. هما يعني مش ما عجبونيش قوي وكرهاهم، ومش حلوين قوي وهاتوهم، فاهمين قصدي؟ ليهم بدائل كتير واحلى منهم بكتير، بس احنا هنتكلم بما يرضي الله ان دول سعرهم على نون من 100 ل 150 على حسب الدرجات بتاعتهم. هما بيبيعوهم على حسب الدرجات، يعني شفت من الباودر دي من 100 ل 150 120 130 140، معرفش ليه. كونسيلر نفس الفكره. خلينا اكلمكم عن الكونسيلر. بيخطط، بيدخل في الخطوط جامد جدا. مكسر قوي تحت العين، يعني هو مش بس داخل في الخطوط، هو مكسر في الجزء اللي هنا ده، تمام. فكونسيلر ما عجبنيش. هيبقى حلو قوي فوق العين لان هو بينشف بسرعه، يعني انتوا تحطوه كبيز للاي شادو. غير كده ما حسيتهوش، يعني حاسه ان في حاجات كتير احلى. يعني هو حتى لو ب 100 جنيه لا، انا اخليهم مثلا 150 200 واجيب مثلا كونسيلر اسنس خطير كاترس احلى منه. فما عجبنيش بصراحه. بالنسبه للكومباكت باودر برضو في بدائل كتير قوي حلوه احلى منها بكتير. الكومباكت باودر بتجير جدا وبتكلبش على البشره جدا، زي ما انتم شفتوا لما انا كنت بثبت بيها الوش سواء بالفرشه او بالبف. الاتنين بتجير وبتكلبش، مع ان الدرجه بتاعتها مش غامقه، يعني الدرجه بتاعتها قريبه جدا من لون بشرتي. هي فاتحه بس عشان باينه لكم في الاضاءه فاتحه، بس هي في الحقيقه قريبه جدا من لون بشرتي. فهي مش يعني مش هقول لكم حتى انها لا هاتوها نضفوا بيها الوش، لا برضو بتجير بتكلبش. عارفين زي بتاعه مايت سينما كده اللي هو بتطبع على الوش بالظبط، هي دي نفس الفكره بتاعتها، مش ناعمه كده. وغير كده يا رب يبان لكم بقى ان انا لما استخدمتها، يا رب يبقى باين اهي. الكومباكت باودر حببت قوي، محببه هنا جدا جدا جدا. ف لا ما حبيتهمش بصراحه. يعني ليهم بدائل، حتى لو هتزودوا شويه فلوس لا هاتوا زودوا فلوس وهاتوا اماندا. الكومباكت باودر بتاعت اماندا اللي هي غطاها سيلفر دي خطيره. هاتوا لونا اخضر، هاتوا سيبال اخضر واخضر، اوكي. هتلاقيهم كلهم في رينج الميتينات دي. مثلا لو قلنا من 100 ل 150 لا هاتوا من 200 هتبقى خطيره حلوه جدا. لكن دول بصراحه لا للاسف ما عجبونيش. بس كده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تظبطوني بلايك، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وسيبوا لي كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم فيديو جديد. باي.